مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. ظهور الجراد الصحراوي في مناطق محدوده باقليم شمال البحر الاحمر. متابعه المزارع بمديريه دقة بحري لحمايتها من الافات الزراعيه. السيول تضر بالأرواح والممتلكات في شعب. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود اللبنانية. وتركيا تحذر اليونان من تصعيد التوترات في البحر المتوسط. فيضانات في أفغانستان تودي بحياة 46 شخصا على الأقل. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تخيم على منطقة شرق أفريقيا مخاطر انتشار الجراد الصحراوي وتدمير المزارع والحشائش وتسبب في أزمة غذائية، ويبدي المزارعون في إريتريا قلقا من انتقال الجراد الصحراوي إلى البلاد من دول الجوار عبر الحدود البرية والبحرية مع قذارة الأمطار والأجواء الملائمة لذلك، حيث ظهر الجراد بأسراب قليلة في بعض مناطق إقليم شمال البحر الأحمر. المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. ظهر الجراد الصحراوي المنتقل من اثيوبيا واليمن بأسراب قليلة العدد في مناطق محدودة بإقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح مكتب وزارة الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر بأن أسراب الجراد الصحراوي التي ظهرت بأعداد قليلة في مديريات الإقليم قلعلو وفورو وقندع وشعب وأفعبت وقرورة كانت متوقعة، وبفضل استكمال كافة أنواع الاستعدادات تجري متابعة جادة للقضاء عليها برش المبيدات الحشرية. وقد أبدى المواطنون والإدارات وقوات الدفاع والخبراء الزراعيين تفاعلا جيدا لإنجاز المهمة. وأوضح مسؤول وقاية النباتات بمكتب الزراعة في الإقليم السيد تسفيت جرزجهير لوكالة إيرينا أن أسراب الجراد التي غطت مساحة تتراوح بين 70 إلى 80 هكتار لا زالت تنتقل إلى مساحات أوسع مكونة أسراب متفرقة. ومع انتهاء الخريف البحري ظلت تجري جهود جادة للسيطرة عليه، مطمئنا مزارعو الإقليم وكذلك المزارعين في الهضبة. من جهته قال مدير إدارة مديرية فورو السيد عثمان عرفة أنه ومع الخريف الطيب وفي الوقت الذي يبذل فيه المزارعون جهود حسيسة للقضاء على ظاهرة الجراد، يقوم المواطنون والإدارة والمهنيين الزراعيين وأعضاء قوات الدفاع بأعمال منسقة وفعالة. وبدورها تفقدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة المناطق التي ظهرت عليها أسراب الجراد، والتقت بمدراء المديريات والضواحي وقالت إن تفاني كافة المواطنين وخاصة المزارعين للسيطرة على الجراد الصحراوي مهام أساسية. ذكر مدير مديرية دقة بحري السيد يماني أبرة بأن المزارعين والجهات المعنية تقوم بتنظيم دوريات لمراقبة المراعي والمحاصيل الزراعية التي بلغت مراحل متقدمة من النمو حتى لا تتعرض للآفات الزراعية. وأوضح السيد يماني لوكالة إيرينا بما أن معظم المحاصيل توجد في وضع جيد بفضل الأمطار الغزيرة، ويقوم المزارعون إلى جانب أنشطة العزيق الجارية بمراقبة الآفات الزراعية بالتنسيق مع الخبراء الزراعيين وأعضاء قوات الدفاع. وذكر بأن الجرارات التي جهزتها مؤسسة المواشي والقلال في فترة الزراعة قدمت خدمات جيدة، وبفضل زراعة الأراضي في أوانها استطاعت المحاصيل المتضررة من تأخر أمطار الخريف الوصول إلى مستوى جيد من النمو. من جهته قال مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد ألم أبرهتو بأن 95% من المحاصيل المزروعة في حوالي 11,000 هكتار هي محاصيل الذرة، وقد بلغت إلى مرحلة متقدمة من النمو، فيما توجد المراعي والمواشي في وضع جيد. وأشار إلى توزيع نوعين من بذور القمح المحسنة أتيلا وسيدرا حسب البرنامج الموضوع، و250 كنتال من السماد الكيميائي الذي سيساعد في مضاعفة الإنتاج، و1100 لتر من مبيدات الحشائش. وأشار السيد ألم إلى أن عدم وجود مشتل في المديرية أصبح معيقا لأنشطة التشجير، خاصة للأفراد الذين يجلبون الشتول من مشاتل سجنيتي وتارا أمني. وتشير مستندات مكتب وزارة الزراعة في مديرية دقة بحري إلى أن الأمطار التي هطلت في المديرية من منتصف شهر يوليو بلغت أكثر من 470 ملم.
أوضحت إدارة مديرية الشعب بمصرع رجل في عمر 65 وطالب في عمر 19 جراء السيول في وادي لابا، كما جرفت السيول رأسين من الجمال، ودمرت السيول الحواجز المائية والمجاري التحويلية المشيدة مسبقا في مناطق قنصال وطاورة ودبريت وقدقد، وأحدثت السيول في ضاحية قدقد دمارا في البنى التحتية الزراعية، كما دفنت المزارع بالرمل. وقد ألحقت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح والتي هطلت في الجزر والقرى الواقعة على ساحل البحر بإقليم شمال البحر الأحمر أحدثت أضرارا كبيرة، كما تسببت السيول الجارفة المنحدرة من الهضبة أضرارا في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية الزراعية. أفاد السيد ولدنكيل البرهاني مسؤول مكتب الزراعة في مديرية حلحل بأن المحاصيل والمراعي في المديرية توجد في وضع جيد بفضل الأمطار الغزيرة. وذكر السيد ولدنكيل بأن المديرية شهدت في الفترة من شهر أبريل وحتى منتصف شهر أغسطس ما مجموعه 31 يوما ممطرا تقدر الأمطار فيه ب 443 ملم، وتم زراعة حوالي 5 هكتارات بالذرة والدخن والشعير والقمح والداقشة والطافة، وأكثر من 470 هكتارا بالبقوليات، و72 هكتارا بالفول وغيره من المحاصيل الزيتية، حيث توجد جميعها في وضع جيد. وأشار السيد ولدنكيل إلى أن وزارة الزراعة تقدم باستمرار الإرشادات المهنية والمبيدات الزراعية للمزارعين أملا في حصولهم على إنتاج وفير وتأمين العلف لحيواناتهم. ويوضح مكتب الزراعة في المديرية بأن مناطق جنوب مديرية حلحل أي بلدة حلحل ومي أوالد وقبيلبو وفنشبكو تحصل سنويا على أكثر من 400 ملم من الأمطار، مما يلعب ذلك دورا كبيرا في تنمية المحاصيل والثروة القابية والحياة البرية. إلا أن الجزء الشمالي من المديرية أي مناطق قرصت وركوبة ورهي وملبسو تحصل على ما دون 400 ملم من الأمطار، مما يؤثر ذلك سلبا على الإنتاج والإنتاجية. تشهد مديرية فرو في إقليم شمال البحر الأحمر تنظيم أنشطة نفير واسعة لحفظ المياه وحماية التربة تمثلت في بناء الحواجز المائية والمدرجات والقنوات الزراعية لاستقرار وتنمية البيئة، وكذلك صيانة البنى التحتية الزراعية وخطوط المواصلات. وقال المشاركون في النفير لوكالة إيرينا أنهم بدأوا هذا العمل بقوة لزيادة جودة مزارعهم التي ظلت تشهد انخفاضا في الإنتاج بسبب تدهور خصوبتها وعدم توازن الحصاد الزراعي مع جهودهم، فضلا عن رغبتهم في تعويض الأشجار المقتلعة، مناشدين وزارة الزراعة بتجهيز الشتول، آخذين في الاعتبار الخطوات البناءة التي اتخذوها. من جهته أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية فرو السيد تسفاي تولدي المساهمات التي تقوم بها وزارة الزراعة عبر خبرائها لمساعدة المواطنين في إنجاز أعمالهم. وتوضح المعلومات الواردة من إدارة المديرية مشاركة 500 شخص كل 3 أيام في الأسبوع بالنفير الجماعي، حيث أنجز حتى الآن 35 كيلومترا من المدرجات، كما تم صيانة العديد من الحواجز المائية الكبيرة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود مع لبنان ردا على إطلاق نار استهدفها ليلا. ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الجيش إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة الحدودية بسبب وقوع ما أسماه بحادث أمني في شمال إسرائيل. كما دعا الجيش سكان 5 بلدات حدودية إلى التوقف عن مزاولة أي نشاط خارج منازلهم والعودة حالا إليها وملازمتها والاستعداد لإيجاد ملاذ آمن إذا ما اقتضت الحاجة لذلك. ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تفاصيل بشأن طبيعة هذا الحادث الأمني، لكن وكالة الأنباء الفرنسية علمت من مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أن ما جرى هو إطلاق نار من لبنان باتجاه إسرائيل. من جهتها قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق ميسر جبل البلدة اللبنانية الحدودية مع إسرائيل، وينفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على الحدود. حذرت تركيا اليونان من تصعيد التوترات في شرق البحر المتوسط، وإلا فإنها لن تتردد في فعل ما يلزم، مشيرة في الوقت ذاته إلى رغبتها في حل الأمر من خلال الحوار والدبلوماسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أي حوار يجب أن لا يتضمن شروطا مسبقة لليونان. وتبادلت أنقرة وأثينا الانتقادات اللاذعة بشأن حقوق التنقيب عن المواد الهيدروكربونية قبالة السواحل البحرية، بما دفع الاتحاد الأوروبي
ودول أخرى قريبة للدخول في النزاع، والذي شمل في وقت سابق من هذا الشهر اصطداما خفيفا بين فرقاطتين تركية ويونانية. ودعت ألمانيا إلى عدم التصعيد، محذرة أنقرة وأثينا من خطر وقوع صدام عسكري بينهما. أودت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شمال كابول بحياة 46 شخصا على الأقل، فيما دمرت مئات المنازل كما أعلن مسؤولون. وتجرى عمليات إنقاذ أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة في شاريكار عاصمة ولاية باروان التي هطلت عليها أمطار غزيرة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في بيان أن 46 شخصا على الأقل قتلوا في باروان وأصيب حوالي 80 شخصا. وقالت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكار أن عدد القتلى بلغ 66 مع إصابة أكثر من 90 شخصا، إضافة إلى تهدم أكثر من 500 منزل. وتابعت وزارة إدارة الكوارث أنه تم الإبلاغ عن فيضانات مفاجئة في مقاطعات أخرى بما فيها ننجرهار وبانشير ووردك ولوغهار وبكتيكا وكابيسا، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. والكوارث الناجمة عن الفيضانات غالبا ما تتكرر في أفغانستان، خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة. في خطوة جديدة تجاه معرفة المزيد حول فيروس كوفيد-19، أعلن باحثون في هونغ كونغ أنهم اكتشفوا أول حالة مؤكدة في العالم لإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، لكن الخبراء يحذرون بأنه من المبكر استخلاص استنتاجات حول تداعيات الوباء. وأوضح قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونغ كونغ في بيان أن هذه الحالة تظهر أن الشخص يمكن أن يلتقط الفيروس مرة جديدة بعد أشهر قليلة فقط من شفائه منه، لافتا إلى أن الفارق الزمني بين الإصابتين بالوباء هو 4 أشهر ونصف شهر. ووفقا للباحثين أظهر التحليل الجيني أن العدوى المتتالية للمريض نفسه نتجتا عن سلالتين مختلفتين من فيروس سارس كوف 2 المسبب لوباء كوفيد-19. وفي الأشهر الأخيرة ذكر اكتشاف حالات مماثلة في أنحاء العالم بدون تأكيدات، وما زالت مسألة الحصانة ضد فيروس كورونا المستجد محاطة بالغموض. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.